نظرة الست للرقص ونظرة الراجل؟ لان احنا هنشغل شويه مزيكا والناس كلها دلوقتي بتعرف تشغل مزيكا وهنقعد نرقص مع بعض في اوضه في بتاع. ايه المشاكل اللي حضرتك بقيت شايفها دلوقتي بقت ظاهرة قوي على السطح قوي ما بين اي تو كابلز؟ ازاي اروح لحد واتكلم معاه في علاقتي الخاصه مع زوجتي؟ يعني زي كأنك مريض عندك مرض جسدي او اي حاجة. كتير من الرجاله بيعتبروها انقاص لرجولتهم. يعني بتنصح اي ست هي مش عايز ترقص لجوزها تقول لها ايه؟ دي حاجه خاصه بتتعمل ليا انا لوحدي. طب ما تيجي نعرف الرقص الاول قبل ما نتكلم في وجهه نظر. حلو قوي. العلاقات واهميه العلاقات في حياتنا. استاذ عمر، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا اسمي عمر كامل، انا لايف كوتش، بستخدم NLP، بستخدم الفاميلي كونستليشن وكابل ثيرابيست. يعني اوبا، اهم حاجه يا جماعه كابل. حلو قوي. طيب احنا عايزين نعرف وجهه نظرك في الرقص. طيب ما تيجي نعرف الرقص الاول قبل ما نتكلم في وجهه نظر. حلو قوي. الرقص هو تعريفه هو استجابه طبيعيه للجسد على اي ايقاع بيحصل. وده مش عند الانسان بس، ده عند كل المخلوقات. الرقص هو جزء طبيعي من الحياه، هو مش اختراع. هنشوفها في كل الفصائل، هنشوفها وخصوصا في الطيور. اكيد في ناس اتفرجت على فيديوهات كتيره، مثلا البجع وهم بيرقصوا مع بعض. بعض الحيوانات زي مثلا الوعول والغزلان في بيعملوا حركات رقص مع بعض. طيور كتيره جدا بتتراقص مع بعض. السمك فيه انواع سمك بيرقصوا مع بعض. اوكي. فهو الرقص هو استجابه طبيعيه، استجابه فطريه لاي ايقاع بيحصل. على مستوانا احنا كبني ادمين كبشر. يعني لما الواحد بيسمع اي ايقاع ماشي اوتوماتيكلي تلاقيه ان هو ممكن يتمايل شويه مع راسه وتتهز، يقعد يسقف بايديه، يخبط برجليه او حركه الرجلين دي. فده استجابه طبيعيه جدا لحاجه بتحصل. اوكي. فهو ده تعريف الرقص. ممكن يتراوح بقى من مجرد هزة راس أو هزة رجلين لحركة جسدية كاملة اللي بنشوفها بقى في حياتنا كلها، وموجودة في كل المجتمعات وفي كل الشعوب، وبتحصل على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. فما فيش شعب على وجه الأرض ما بيرقص. حضرتك بتشوف ازاي، او ممكن تكون حالات جات لك ان سيدة مش عايزة ترقص او راجل بيحب الرقص، او نظرة الست للرقص ونظرة الراجل؟ يعني لما الراجل مثلا بيطلب من مراته ان هي ترقص، احنا الستات يعني انا سمعتها كتير قوي بتبقى بالنسبة لها ايه ده، انا هقل من نفسي، ايه ده انا هعمل ده، مزبوط. ايه ده؟ انت بتشوفه ازاي؟ طيب نخرج بره فكرة الرقص المجتمعي أو اللي هو اللي موجود في كل المجتمعات، وتعالى نتكلم على الرقص ما بين الأزواج أو ما بين الكابلز. يعني ما بين الكابلز. هرجع برضو للطبيعة. اوكي. هو الطيور لما بترقص لبعض ده بيرقصوا لبعض ليه؟ ده نوع من أنواع الغزل، نوع من أنواع، ودايما عادة موجود في موسم التزاوج، لأن طبعا هم مختلفين عننا. طبعا. فنوع من أنواع هنقول إيه، الليرنج او اللي هو بنسميه الجذب. ان في طرف عايز يجذب الطرف الاخر ليه، فبيتمايل بالحركات دي الجسديه بتاعته، يعمل له اغراء. حلوه دي. اوكي. فهي نقدر نعتبرها كده نوع من انواع الاغراء. ده برضو بيحصل على مستوى البشر. فكره الرقص هي فكره اغراء طرف للطرف الاخر، وده شيء طبعا مشروع وموجود ومطلوب كمان. يعني حتى نوع من انواع التجديد في الحياة. ليه بقى ناس بتحجم عن الموضوع ده؟ في الاغلب كلها معتقدات وموروثات، سواء الطرف الرجالة او الستات، واخدينها على فكرة الرقص ان انا ارقص له. طب ما بدل ما ارقص له ما نرقص سوا. يعني حتى بنشوفها مثلا اللي هي يمكن في مجتمعات مختلفة في الغربية في التحديد،
يخرجوا مثلا الكابل هم في مرحله التعارف او كده، يروحوا نايت كلاب، ديسكوتاك، وات ايفر اللي هناك، يرقصوا سوا، يرقصوا مع بعض كنوع من انواع الجذب لبعض. فالمفهوم عندنا احنا هنا يمكن في مجتمعاتنا ان فكره ان انا ارقص زي ما حضرتك لسه قايله ان ممكن يكون فيها نوع من انواع الخلفيه الثقافيه ان هو شيء مهين، شيء ما يصحش، شيء غير محترم. في حين ان يعني ده شيء فطري طبيعي جدا يحصل ما بين اي اتنين، وخصوصا ان هو مش هيبقى في العلن يعني للناس اللي بتحرج او كده او ما بتحبش تبين ده، ما ده في بيوتكم. فهي برضو الجزء كله يعني في وجهة نظري الموضوع كله في الاخر خلفية ثقافية. طيب ايه المشاكل اللي حضرتك بقيت شايفها دلوقتي بقت ظاهرة قوي على السطح قوي ما بين اي تو كابلز؟ ما بين كابلز مينلي طبعا الروتين والملل، دي يعني من اكتر الحاجات اللي ظاهرة، ان الناس بتدخل في دوامة الحياة، المسؤوليات، الروتين بتاع كل يوم، عيال، مدارس، مش عارف، غدا، عشاء، بيت، مش عارف الروتين ده وما بيكسرهوش. طيب نكسره ازاي؟ في ناس يقول لك لا احنا الامكانيات الماديه ما تسمحش ان احنا نكسره ومش عارف ايه. طب ما انتوا يا جماعه عندكم الرقص ده بثلاث تعريفه، ده ببلاش كده يعني، ده احنا هنشغل شويه مزيكا والناس كلها دلوقتي بتعرف تشغل مزيكا وهنقعد نرقص مع بعض في اوضه في بتاع، تغيير للمود، تغيير للجو، يحصل تجاذب ما بين الطرفين، يحصل حميميه ما بين الطرفين. بس الناس مش عارف، ناس كتير جدا بتنظر له نظره سلبيه لحد ما بنتكلم مع بعض. احنا الفترة الأخرانية بدأت الناس يبقى عندها ثقافة ان هي تروح للثيرابيست علاقات. تمام. افضل ما تتوجه قبل ما تتوجه للطلاق، يبقى واي نوت ان احنا نشوف حل الاول ونقعد مع بعض ونروح لحد فاهم. اخدت بالي كتير قوي الفترة الأخرانية ان الرجالة بتبقى هي اللي رافضة ان هي تروح، يعني اكترية السيدات عندهم استعداد. تمام. الرجالة ليه بترفض؟ يعني ليه بياخدوا قوي على كرامته قوي كده؟ انت لسه قايله على كرامته. في حاجه اسمها ميل ايجو او هنسميها ايه، الغرور الذكري يعني. لو عايزة نسميها كده تقريبا يعني ان انا مش محتاج حد يساعدني، انا عارف كل حاجه. ازاي اروح لحد واتكلم معاه في علاقتي الخاصه مع زوجتي مهما يكون الشخص ده، انا ما اقدرش اطلع حاجتي الخاصه للعلن. فعشان كده رجاله كتير جدا بتحجم عن الموضوع ده وبتشوفوا ايه الهبل ده كلام فارغ، ما احنا عايشين كويس، ما الدنيا حلوه، رغم ان هو في مشكله ورايح لحد عشان يحلها. يعني انت رايح لدكتور، يعني زي كأنك مريض عندك مرض جسدي او اي حاجه، انت يعني مش هتفرق معاك اللي قدامك دي دكتوره او دكتور، بس الفرق معاك ان انت هيجيب لك او هيوجد لك او هيساعدك او ينور لك طريقك بالمعنى اصح، زي ما احنا اخدناها ان انت بتنور الطريق ليهم لحاجه جديده يقدروا ان هم يعني يحلوا بيها مشاكلهم. كلامك سليم، بس برضو احنا عندنا مشكلة جدا كمجتمع، في معظمه مجتمع محافظ، في الكلام عن العلاقات الخاصة والحميمية. احنا عندنا مشكلة جامدة جدا في الموضوع ده، مش سهل على رجالة كتير بالتحديد ان هم ينفتحوا ويتكلموا بصراحة. بيعتبروها كتير من الرجالة بيعتبروها انقاص لرجولتهم ان انا اتكلم عن علاقاتي الخاصة مع زوجتي الى اخره. في الذكورة والأنوثة مشاكلنا دلوقتي او مشاكل الستات اللي بتجيلي ان بقت الست بقت بتتحمل المسؤولية جدا، وبقت كلمة الذكورة بقت بتتقال كتير قوي. لا انا الست والراجل في البيت، لا انا اللي بصرف، او مثلا تقول انا اتطلقت، لا انا فمبقاش دور الراجل دلوقتي بقى موجود بالشكل اللي كان موجود زمان. ليه؟ كل وقت وليه أذان زي ما بيقولوا. اوكي. هل حصل تغيرات في المجتمع؟ ده أكيد. يعني عوامل كتيرة جدا جدا أدت إلى تغيرات، من عوامل خاصة بالمجتمع ذاته نفسه، ومن عوامل خاصة بالتطور الإنساني اللي بيحصل في الدنيا كلها. ومصر النهاردة أو مجتمعنا ما بقاش منغلق على نفسه، احنا خلاص منفتحين، كل حاجة بتوصل لنا، كل حاجة معروف. فهل حدث تغير؟ طبعا حدث تغير، خلينا نتفق على ده. الفكرة هنا إن مهما يحدث التغير في الأدوار، ولكن يظل الذكر ذكر وتظل الأنثى أنثى. فتعالوا نفهم الأول إيه هي طاقة الذكورة وإيه هي طاقة الأنوثة. طيب، أي إنسان عنده الاثنين. كل راجل
او كل ذكر عنده جزء طاقه انثويه، وكل انثى عندك جزء طاقه ذكوريه. طاقه الذكوره في عامه هي طاقه العطاء، طاقه الفعل، طاقه العمل. طاقه الانوثه العكس، هي طاقه الاستقبال، طاقه الاحتضان. عشان كده تقدر الام تحتضن اولادها، تحتضن بيتها، تحتضن اسرتها. عشان كده الرجل بطبعه المفروض ان هو يعمل خارج وبيجيب للبيت. ده الفكره الاساسيه. النهارده ست بتشتغل، بتشتغل، بتعمل، بتعمل، بتجيب، بتجيب لنفسها ولعيالها وساعات لبيتها. ده بقى واقع. النسبه قد ايه هنا مش هتفرق، لكن انا بتكلم ان في الطاقه في العموم يعني، كطاقه في العموم يعني. لكن زمان كانت الست كانت قاعده في البيت زي امينه بقى بالظبط كده. كانت قاعده في البيت وهو اللي بيشتغل، هو الراجل بيشتغل، فكان نسبه الانوثه عندها بتبقى عاليه جدا قوي. ونسبه طاقه الذكور عندها بتبقى قليله، يا دوبك على قد اداره البيت. النهارده لا، تغير المجتمع فتغيرت نسب الطاقات. اوكي اللي بيحصل ان حصل في الآونة الأخيرة تشوه في النسب دي عند الذكور والإناث. الست بقت قادرة على العمل وبتعمل ومناصب وبتوصل وزيرة النهاردة، ويعني وفي العالم بنلاقي رئيس وزراء واحدة ست. فهنا يعني أنا مش عايز أقول هو تشوه، هو حصل تغير في النسب بتاعت الطاقات. ومنعكس طبعا علينا احنا. مش لازم نشوف رئيسة الوزراء مثلا بتاعت اي دولة تانية، لكن موجود هنا ان مثلا ممكن تبقى مديرة في شركة، تبقى رئيس مجلس إدارة، تبقى اي حاجة. فابتدت هي تتحمل او تشيل لانها عندها تطلعات معينة خاصة بيها، هي ما بقتش ترضى باللي بيجي من بره. فبقت عايزة هي تفعل وتعمل، افعل واعمل، طاقة ذكور على طول. يعني تحسس ايه ده ان احنا السبب؟ مش هقدر اقول السبب، هو التغير المجتمعي كله كده. هو مفيش سبب محدد، هو المجتمع اتغير، بس طاقة الأنوثة زادت جدا في الرجالة. احنا المشاكل كلها قوية جدا. يعني المشاكل كلها يعني ايه اب يسيب عياله، يعني ايه اب ما بيصرفش، يعني ايه اب ما بيسألش، بقت كتيرة. لا يعني بقت النسبة بقت عالية. احنا مش بنتكلم بس يعني احنا نسبة الطلاق بقت عالية جدا. اوكي، بس نسبة ان هو ما بيسألش عليهم او دوره كأب حتى بقت صعبة جدا. لأن هو للأسف الشديد ما ترباش ان هو طاقة الذكور عنده تبقى عالية، او ان هو يبقى متحمل المسؤولية. لا هو لا خصوصا لو متربي على بنات. احنا اهم حاجة الام لازم تدلعه. بالظبط كده. قومي اعملي لاخوكي كوبايه شاي، قومي اعملي بالظبط، اكوي لاخوكي مش عارف ايه اعمل. فالبنت طالعه النهارده بقت بتعمل ادوار، وهو اتعود ان هو ما يقولش يعمل اي حاجة. قول لي بقى الرجالة معجبين بروق والستات مش عايزين يبقوا روق. ايه بقى؟ وسؤال تاني معلش برضو، دايما الزوجة التانية بتبقى روقة ويتقال لها بقى ايه؟ انتي ما عملتيش، انتي ما رقصتيش، انتي ايه؟ طب انا هقول رد ممكن ما يعجبش ناس كتير. اوبا ده كلام كبير. ايوه بقى. هي ما تيجي الاول قبل ما نتكلم عن رؤى نتكلم ايه هو دور الزوجة او دور الشريكة الاصلي في وجهة نظر الشخصية. اوكي، انا بتزوج او المرأة تتزوج عشان تحصل من شريك حياتها اللي ما تقدرش تحصل عليه لا من ابوها ولا من اخوها ولا من اي حد من اهلها. تمام. طيب والعكس بالعكس، الرجل يتزوج حتى يحصل من شريكة حياته اللي ما قدرش يحصل عليه من امه او من اخته او من بيت خالته عمته الى اخره. ليه دور، كل حد ليه دور، كل حد ليه دور. طيب رؤى كما قدمت يعني هي مش قايمه بدور الشريك، هي قايمه بدور الام. اوكي، الام، لان تعالي بقى ناخدها من الطفوله بقى. الام والطفل صغير هي بتعمل ايه؟ هي تهتم بيه، تشوف مصلحته، تشوف حاجته. وهو لما يكبر شويه يدخل مدرسه، بتغسل له هدومه مش عارف ايه، بتجهزه للمدرسه، توضب له اكله وتروق عليه، كل الكلام ده. اوكي، فدور الام ده مش دور الزوجه او دور الشريك. واو، دي يا جماعه انا قلت لك رايي مش عاجب ناس كتير. لا ده راي قوي جدا. يعني الرجاله اللي عايزه رؤى عايزه ده اوبا، لا الكلام ده كبير. ورؤى خلي بالك كمال بالنسبه لها كان ابوها، يعني هو اللي كان بيصرف عليها، هو اللي كان فاتح البيت بيصرف عليها from A to Z. يعني انا من الاول للاخر. طبعا دور الراجل انه بيصرف على بيته طبعا،
لكن هو كان يعني شايلها كان كده، محتويها بدور الاب مش بدور الزوج. بالظبط كده. اوكي. فاحتواء الزوج لزوجته غير احتواء الاب لبنته. هو طبعا. هيحتوي الزوج، هيحتوي زوجته، بس نوعيه الاحتواء تختلف. وكذلك الزوجه بتحتوي زوجها مش بتحتوي ابنها. اوكي، حلو قوي. فهماني؟ فهمتك. فالعلاقه دي للعلم على قد ما هي ظهرت انها جميله وحلم كل الناس، بس هي علاقه مشوهه، هي مش علاقه سليمه. ممكن نعرف ايه العلاقه السليمه؟ العلاقه السليمه هي علاقه ان هما الاثنين على قدم المساواه، بيكملوا بعض، هي علاقه تكامل. يعني ان استخدمت الالفاظ الهندسيه او في الرياضيات، يعني هي علاقه تكامل ما بين الاثنين وليست علاقه تفاضل ما بين الاثنين. ما بنشوفش مين احسن من مين، ما بنشوفش مين اقوى من مين. فاكره مسلسل هو وهي؟ هو وهي. يقول لها هو اقوى من هي اعظم من هو، الكلام اللي كان بيتقال ده. لا، هي مش تفاضل يا جماعه، هي علاقه تكامل. انا عندي نقص ما، شريكتي بتكمله لي، والمراه عندها نقص ما، شريكها بيكمله لها. هما الاثنين هيبنوا نواه لاسره، لمؤسسه جديده تنتج بقى بني ادمين جداد، تنتج ناس صحيه، لان هو ده بذره الحياه، يعني هو ده الاصل. اوكي. فدي الفكره كلها، لكن مش ان مين يروق على مين. يعني حلو قوي. هذا روق على مين دي في حته كده صغيره يعني، لكن مش ده اصل الحياه. اوكي. طيب، من وجهة نظرك تنصح بايه اي ست بتتفرج علينا دلوقتي لو عندها مشاكل زوجية؟ تبدأ منين او تعمل ايه؟ دايما يعني كان الستات دايما اللي هو ايه، تبقى قاعدة في وسط اصحابها تحكي لها تقول لها، فبياخدوا اراء بعض كستات. انا دلوقتي لما بقيت بقعد قاعدة زي كده بقول لها لا، احنا كل واحد بيقول من خلفيته هو، من دماغه هو، من تربيته. صحيح. بس انا ما اقدرش افيدك. صحيح. فانت شايف ان ازاي نبدأ نعلي الوعي ان قبل يا جماعة، قبل الطلاق او قبل المشاكل، احنا في حاجات ممكن نعملها ممكن تخلي الحياة بشكل تاني؟ طب انا هستغل او هستخدم مثال في الرأس عشان ارد على حضرتك. حلو قوي. بيقولوا ايه؟ it takes two to tango. اوكي. عشان نرقص تانجو محتاجين 2 يرقصوا مع بعض. مظبوط كده. نفس المشكلة، نفس الموضوع. سوري، العلاقة هي بين 2، زي ما بيقولوها بالبلدي، القفة ودنين يشيلوها 2. فهي محتاجين نسمع للاتنين، لأن بين الخناق وتمسك كل واحد برأيه، بوجهة نظره أو برأيه، بتضيع الحقيقة، بتضيع جوهر المشكلة. فلازم في الحالة دي نصيحتي الشخصية إن هم يعرضوا نفسهم هم الاتنين على حد متخصص، ونتكلم ونشوف إيه المشكلة. طب وإحنا عايزين إيه على مستوانا كأشخاص أولا؟ يعني أنا كإنسان أنا عايز إيه من دنيتي؟ هي كإنسان عايزة إيه من حياتها أساسا؟ طب إحنا دلوقتي عرفنا إحنا عايزين إيه من الدنيا. طب إحنا في بيننا مؤسسة وفي بيننا عيال، لو في أولاد أو أطفال أو كده. طب في ظل احتياجاتنا الإنسانية دي هنقدر ندير هذه المؤسسة إزاي؟ فلازم يبقى حد متخصص يسمع من ده ويسمع من ده، ونقرب وجهات النظر ونشوف هل في حلول، هل في حاجات ممكن تتعمل. قد للعلم أحيانا كتيرة قد يحدث أن الحل الأفضل لكل الناس حتى الأطفال أنهم يحصل انفصال. وارد أن يحصل انفصال، ودي حاجة طبيعية موجودة، وقد نجد حلول يقدروا يكملوا بيها. ده اللي أقدر أقوله في الحتة دي. طيب لو هتبتدي جملة وبداية الجملة هنقول الرقص الشرقي، هتقولها إيه وهتبقى إيه الجملة؟ الرقص الشرقي فن جميل، صعب للعلم، ده بيحتاج توافق عضلي عصبي عالي جدا عشان يتعمل. من الفنون الجميلة في حتة كمان الإغواء، يعني لو رجينا في كلمنا فيه قبل كده بين الكابل وبعض، ده من حاجة جميلة جدا تقدر تقرب قوي ما بين الأزواج وبعضهم، تزود الحميمية ما بينهم، تحل مشاكل كتير. العلم تغير من جمود الحياة ومن وتيرة الحياة اللي بتوصل لمرحلة الرتابة في يوم من الأيام. بلاش نضحك على بعض يعني. فبالعكس ده حاجة جميلة جدا. يعني بتنصح أي ست هي مش عايزة ترقص لجوزها تقول لها إيه؟ أو لا، أول حاجة اسألي نفسك أنت مش عايزة ترقصي مع جوزك ليه؟ أوكي. بلاش ترقص لجوزها ليه؟ ولو ان حتى لو رقصت لجوزها دي حاجة مش وحشة لسبب. لو نظرنا لنفسية الرجل، الرجل بطبعه، ودي حاجة موجودة جوه كل الرجال، متملك. فهو لما بيرى ان زوجته المفروض حبيبته وشريكة حياته
بترقص له، فهو بيعتبرها خصوصية جامدة جدا، دي بتتعمل ليا أنا بس. ده حقيقي. يعني انا شفت ان في ستات بجد بتبقى مبسوطة جدا لما يعني تقولي انا رقصت لجوزي، جوزي مبسوط بيها جدا جدا، وفي بيشجعها ليه على بقى؟ كده. دي حاجة خاصة بتتعمل ليا أنا لوحدي. طبعا هنا الميل ايجو برضو، او مش عارف اسميها ايه بالعربي، انا اسف. لكن ان هو حاسس ان دي حاجه بتتعمل هو لوحده، ففيها خصوصيه، فبيشعر بذاته. فده بالنسبه لاي رجل حاجه عظيمه جدا يعني. لكن دي معنى ذلك ان هي ما تهزش ثقه الست بنفسها او ما بتقللش منها. وتقلل منها ليه؟ ما ده هنا بقى ده السؤال. هي ليه هي شايفه ان ممكن لو هي الرأس الشرقي بالتحديد يعني في تمايل اكتر والى اخره والبدل ليه هي تنظر اليها انها فيها نوع من انواع تقليل من قيمتها او الاهانه؟ اهانه ليه؟ ده بالزبط. علاقه بين زوجه وزوجها، بين ازواج، وده جزء من الحميميه. طب ما هو في بيحصل علاقه حميميه ما بينهم، ما ده جزء منها. ليه الفصله دي؟ يعني هي دي بقى السؤال. وفي ستات بتتكسف ان هي ترقص لجوازتها. ما برضو نرجع نقول ده كل ده معتقدات وموروثات. طب هي جايه ليه؟ طب هل احنا حاجات اخدناها قديمه؟ طب ما نفكر فيها. ايه اللي فيها مهين؟ اللي فيها يعني ايا كان بقى الاسباب اللي بتشوفها. بالظبط. يعني انا بستغرب ان في ستات كتيره جدا بتقول لا انا اتكسف ان انا ارقص لجوزي. اعتقد ان برضو يرجع للموروث، لنظره المجتمع لفكره او للرقاصه، او بيسموها الرقاص او الراقص. هي يعني كلمه الرقاصه انا هستخدم اللفظ نفسه دي رقاصه. طب ليه ننظر هذه النظره المتدنيه؟ دي واحده بتعرف تعمل حاجات ناس كتير جدا ما بتعرفش تعملها. ايوه، عندها نسبه توافق عضلي عصبي فظيع. لا يعني انا عندي الكورس الاخراني في الشيخ زايد، في زوج بيجيب مراته كل كلاس لان هم ساكنين بعيد. تمام. فهو بيجيبها كل مره ومنتظر بقى فنانه تنزل، وبقى يعني هي مبسوطه. ده عجبني جامد جدا. هي قالت لي انا كنت جايه عشان انا عايزه ارقص له، وهو دافع الكورس عشان انا ارقص له. قالت لي بس انا دلوقتي انا مبسوطه بالرقص. فقالت لي انا بقيتش عصبيه، انا بقيت هاديه، انا بقيت ما عنديش يعني مش شايفه المشاكل الكبيره قوي ان هي حاجه كبيره قوي. لا خلاص المشكله بقت بسيطه. ليه اتعصب؟ ليه ازعق؟ ليه اتعصب لما كل حاجه ممكن تبقى بشكل بسيط وتاخد حجمها؟ صحيح. قالت لي المشاكل ما بقتش بالحجم الكبير اللي انا شايفاه عشان انا مبسوطه وانا جايالك. فخلاص في اي حاجه بقت سهله، بقت اسهل، يعني سهلت عليها الحياه. الرقص كمان هو رياضه. بالظبط. واي رياضه في الدنيا بتفرز هرمونات السعاده، الاندورفين والاكسيتوسين والدوبامين مش فاكر الرابع، انا مش طبيب فمعلش يعني. بس بتفرز هرمونات السعاده، فبتخلي الانسان اهدى، بتخلي الانسان مور ريلاكست مع المزيكا والتمايل مع الايقاع. كل الحاجات دي طبعا بتاثر جامد جدا في نفسيه الانسان، بتعلي النفسيه بتاعه البني ادم، رجل او ست يعني، رجل او امراه. فانا صراحه عن نفسي مش شايف ايه المشكله ان واحده ترقص لزوجها، او بلاش بقى كده ان هما الاثنين يرقصوا مع بعض. رقص بقى شرقي، رقص غربي، تانجو، صلصة، لاتن، وات ايفر، رقص روسي حتى، وات ايفر يعني ايا يكون النوع، لانه في حميمية في العلاقة دي زي اللي موجودة بنشوفها في الطبيعة ما بين كل الكائنات اللي موجودة. أستاذ عمر ميرسي جدا جدا جدا. ميرسي ليكي، شكرا جزيلا. مش عارفه اقول لك قد ايه. ثانك يو ونورتنا. ويعني ان شاء الله باذن الله لازم هنتقابل تاني ان شاء الله. ميرسي ليكي. ثانك يو. شكرا.